يا جماعه هنعمل مع بعض اللوبيا. انا جبت اللوبيا نص كيلو لوبيا نقعته في ميه لمده 3 ساعات، وبعد ال3 ساعات طبعا هصفيه من الميه. طبعا هشيل اللوبيا بتاعتي هنا، حاطه هنا نقطه زيت وزبده او سمنه او اي حاجه اهو يا جماعه. معايا هنا بهاراتي فلفل وكمون، بس فلفل اسود وكمون مع فصين توم، قرن فلفل حامي وشويه ملح. هقلبهم مع بعض كويس قوي هنا. طبعا انا لولا بصور انا كنت عملتهم بايدي، بس يعني عشان انتوا ما تقولوش حاجه، بس فهنعمل بالطريقه دي كده اهو. هنقلبهم مع بعض كده بالطريقه دي كده يا جماعه. وجينا بقى يا جماعه معانا شفشق هنا فيه طماطم. هنحط الطماطم بتاعتنا المضروبه في الخلاط بالطريقه دي واغطي عليها. طبعا هي كانت انا مبوشه اللوبيا بالميه، يعني كانك سلقاها. ما عادش حد بيسلق اللوبيا، عايزه تاكليها كده كانها خضره جايه من الارض، انقعيها في ميه ساعتين 3، انقعها من بالليل لحد الصبح. لو هي بلدي انقعها من بالليل لحد الصبح عادي خالص. وولع عليها كده بشويه الطماطم مع البصله والثوم والفلفل والكمون والقرن فلفل حامي، ده اختياري طبعا. وهغطي عليها 5 دقايق كده، وهاجي ازودها شوربه. ولما تطبخ هنشوف احلى لوبيا معانا. كده خلصت اللوبيا معانا زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. طبعا اللوبيا لها فوائد حلوه كتير يا جماعه اهي. الف هنا وشفا علينا هنا، والف هنا وشفا للي يعمل زينا. بحبكم في الله. تحياتي لكم جميعا في صدق الجعلي. سلام عليكم.